بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما عونك يا معين وبك نستعين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد هذه سعادات المريدين في أمداح خير المرسلين عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام من رب العالمين نكون بها من أكرم القادمين وهي لعبد الله تعالى وخديم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد ابن محمد ابن حبيب الله حفظه الله تعالى في الدارين وفقه وتولاه تولا بمكان توبا حلت الله تعالى بجاه الممدوح صلى الله تعالى عليه وسلم عام 11 و300 وألف من هجرة من لم يسكن المدون في مسكن ذلك إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم ومنها الرائية وهي هذه قلبي له في تعب الجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار قلبي له في عتاب الجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار يلوم جسمي دأبا في الجلوس بلا علم ولا عمل والنفس غرار ما زال للخير يدعو ويكسب ولسعادة الأبد بإذن ربي والمبعوث مبرار أنا جسمي أما القلب يطلب من المناقب تسبيح وإسرار فاليوم وجهت وجهي تائبا أبدا لله توبة من أدناه غفار بمن علي لتركي زوره بمن يقاتبني في زور روضتي بعيدان من قول من بالعرف أمار زر من تحب وإن شتت بك الدار وعال من دونه سهل وأوهام لا يمنعنك بعد من زيارتي إن المحب لمن يهواه زوار إليك قد تبت من قولي ومن عملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك التجاوز عما حاب أوزار وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن حجوا ومن زاروا حبلي بفضلك يا واب يا مالكي كوني لديك كمن بالروح زوار بجاي حيث ما زاد تقاربه شمس تقاربها في سوي أغمار أو أنه عندهم فيما يرى بصر بر حوالي آبار وأنهار للبدر نور عظيم يسنار به لكن إذا لم يكن لشمس إزار للخسب طول لدى حين له نزلت لكن إذا حوله لم تنبت أشجار يكون للبير ماء تاب مشربه لكنه من خليج البحر أقدار
الطل ماء ولا كالوبل منسجما ولا تجار الندى بالماء أمطار ذاك الملاذ الذي أرجو نجاة به دنيا وأخرى فليني أوله جار وهو الذي نعم جسمي عن زيارتي لكن لساني له كالقلب زوار لو علي لوجه الله دين سنم مستحسن كل عام يوم يختار وهو النجيب الذي في وصف خلقتي وخلقي خيلة أشجار وأشرار ولم يجب من ذوي الإفلاق والبلغاء بالسجي والشعر مما هذا معصار وكلهم سحره نور وأسرار فمبلغ العلم في أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار فلا تقيس من عبد الله بالفضلاء إن الكواكب يخفيها سنمار لو جئنا وكل الورى حاروا رام الورى نيل بدر المجرمين له والفضل عند رسول الله قرار كلتا يديه لا سعي تلازمه بذل وبأس لمن لانوا ومن جاروا له من الحلم ما لم يهوي بشر أو جن أو ملك وصدر مسعار له لدى الله سر لا يطالعون بالكد والحلم رهبان وأخبار فالغيث من سب جود البر ذو خجل وليس غاب لخوف منه فرار له من الحلم ما لم يهوي جبل لاغ الأذى في البرايا وهو صبار إن الرسول لسيف يستدعى به مهند من سيوف الله بطار للكل من جملة الأخيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار وسبي الغر من أخرانهم سبقوا إذ بعدهم هاجروا والبعد أنصار لهم لدى الله تخصيص بما سفروا هم النجوم لقوم في الدجى ساروا لهم لدى الله تنبيل شفاعل إذا يرى الكل أدناس وأقدار بالنصر للخلق والإيمان قد جبلوا قرا وخفض الذي أعلن الكفار والصف والحلم دابا للجميع كما كانوا يديمون تقوى حيثما داروا لا سيما الخلفاء الصديق مع عمر عثمان وعلي نعم الأبرار عليهم رضوان الإله كما قد استناروا في نور منه الأنوار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن يسب اليوم عني ذنب والآر سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يروم انخفاضي دار أشرار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يخاربني بسوء قرار
سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا تروم جنابي في غد النار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يواجهني بالمكر مكار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يخادعني بالقدر خدار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن تنتفي عن فؤادي اليوم أخيار سألت ربي صلاة منه دائمة أني له ما قوم الآل ساروا سألت ربي صلاة منه دائمة أني له ما من في حبي حال سألت ربي صلاة قد تطهرني منه إليه لها نور وأسرار سألت ربي صلاة قد تقربني إليه دنيا أخرى مثل من قالوا أمام بكر صديق سيدنا فللجميع من الخلق خيران وبان الإسلام المختار وحدهما ببيت نحو محل فيه الأنصار إذ أخرجوا بتكذيب وبعدهم مهاجرا لمكان أرضه الدار باتوا بمكر عظيم حول مرصدي والكل منهم بسوء فيه أمار وخابروا بسوء حاسدين له في ليلة سار فيها وهو سبار ووجهوا له فهاجروا إذ يابي فوق تلف وهو كذاب سابوا سراقة سرا كي يجيء به وأن يكون له أجر ومقدار وأمه بجواد كي يفوز بما يؤتى من الأجر ثم ترف قرار وعاهد البر مرات لينقذه حتى يتوب لمن لذنب خفار وحين أبصره صديق زارين وتحته سيسم بشر فرار وليس عندهما خير الحديث له قال المكرم لا تحزن لمن جاروا وسال يبنى بساد اثنين حينهما أخفاهما النسج والبرقاء والغار وفي فدائله آي مفصلة قد انزلت وأحاديث وأخبار باس النبي بأموال وأنكروا بنتا ولم يعده شك وإنكار لم يزل بالقبل لم يزل إلى سلام والوالدان مع الأولاد أولاد أمام أصل الفاروق سيدنا ففي مزاياه لا يرتاب ديار وهو المتم ذوي الإسلام يوم هذا وهو المتم ذوي الإسلام يوم هذا وهو المتم ذوي الإسلام يوم هذا بمن به كان للإسلام إسلام والله بلغ بالباروق سيدنا الحق من بادر أبدل فجار ويوم علم جبريل الأمين وعلى بإذن من هو فوق كل قهار معلما أن إسلام الفداء من البشرى لأهل السماء والكل يختار به تمسس دين الله متبعا له فدائل أنها كلت أفكار قد أدب الناس ترا بالهدى وهدوا بهدي وبإذن منه الأنصار
وهو السراج لأهل الفوز به أتى الحق مع خمر فالفضل مسعى ومن كراماته بعث الكتاب إلى نيل توقف ثم الماء مدران أمن وأبانا يفعل سيدنا فعله في تبديل هذا سعادة والنورين ثم له من الرسول خصوصات وأسرار بعد النبي إلى فجر يروم له رضا من الله زاد تبديل كبار هذا ابنتيه ورضوانا ومغفرة إذا قد مت إجهار وإزار وفيه قال النبي عثمان يسمع فيه 70,000 وكل حقه النار وهو الذي منه تستحي ملائكة والمصطفى فله قدر بالأقدار ومن كراماته أن سروره يوما على الدار ظلما وهو صبار سلت ملائكة الرحمن يوم خدا عليه وفق الذي أبدت أخبار ومن خوارقه أن سال من دمه على الكتاب لياد فيه إنسان أمنا برسول الله سيدنا زوج البتول علي فهو مختار له السجاد والإرفان مع شرف والحب والقرب والأنس والجار باب العلوم أبو سبتين ثم له هدى الملا ولخير الخلق الإنسان له أخر رسول الله منزلة منه كانون من موسى لدن سارون ومن شجاعته أنبات متجئا فوق الفراش وحول الدار مكان عليه بردة خير الخلق متكئا ولم يصبه من المكار إدرار مع كون كل عدو بعد يرسو والمصطفى منهم كفت أبصار وأرسل الله جبريلا وصاحبه ليدفع عنه ما يبقي من جاروا وحينما خرج المختار واجهه بخبدة من تراب والهدار فدائل الصعب عند الله جل وعلا أن أتياك أقلام وأستار سألته جل بالمختار ثم بهم ألا أزال الذي اختار يا ربي بالمصطفى الماهم معصيتي قد ضيعهم تسويف وإسرام فليخرج اليوم من قلبي اتباع هوى بجاهه وشياطين وأكدار أصلح لي القلب فلتدخل معرفة والحق والصبر والأولى والإجبار حتى أفارق أفعالا مخباتا مع تلازم ما يخشى به الجار وبالكف صلاة بسلام على خير الورى بجميع لمن هاروا وأن تسوق صلاة بسلام له هني تشمل قوما سموا ساروا وأن تجر صلاة بسلام له بها تزايلني في الحين أوزار وأن تجر صلاة بسلام له بها تلازم قلبي دهر أنوار وأن تجر صلاة بسلام له بها تلازم قلبي منه أسرار وأن يلازمني توحيده أملا وصالحات وآداب وأذكار
وأن نكون بعدي موفيا أبدا بلا التفات إلى ما فيه أخيار وأن نكون على الأعداء معتديا حتى لينخالت أسرار وأخيار وأن نكون سيدا حامدا أبدا وخادما خدمة ترضى وتختار يا رب صل على المختار والنبي عنهم بداء له حوض وتكرار وهب لي الدار بالمختار ثم بهم الله خالد ما للدر جرار وهب لي الدار بالمختار ثم بهم الله خالد ما للدر جرار